السلام عليكم الإخوان. عندي معلومات جديدة خاصة بالقضية اللي أرقت الرأي العام واللي حركت عناصر التحقيق. قضية الإخوان اللي صعيبة بزاف. كيتعلق الأمر بقضية ملك التيك توكر. ملك الإخوان اللي تعرضت الحادثة وكل شيء. الإخوان المغاربة متبعين هذه القضية وتعاطفوا بزاف مع ملك التيك توكر، بلا ما نهضروا على بعض الاشخاص اللي كيقولوا بان البنت هي فاسده وتستاهل داكشي. كنقول لكم الاخوان اذكروا امواتكم بخير. السيده مازال عندها 20 عام. واش كتعرفوا شنو هي 20 عام؟ راه غير 3 سنين باش خدات الحق باش انها تصوب لاكارت ناسيونال. الاخوان غير 3 سنين الاخوان باش ما بقاتش قاصر. يعني حنا ما نقدروش نلوموها، خصوصا انها سبقتنا لدار البقاء. وكيف ما كنقولوا اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقايبها، وتا شي واحد ما عارف واش البنت كانت غادي تتوب ولا ما غاديش تتوب. اذا الاخوان عندي معطى خطير جدا، واللي غادي يكون هو القشه اللي غادي تقسم ظهر البعير. البعير الاخوان بطبيعه الحال كنقصد المتهم الرئيسي اللي مدخل 3 ديال البنات لدارو في وقت متاخر من الليل مع تواجد مخدرات الاخوان، واللي متهم بالاتجار بالبشر وهتك عرض فتاة باستعمال العنف. وانتم عارفين الاخوان هتك عرض فتاة باستعمال العنف كتوصل العقوبة ديالو من 5 حتى ل10 سنوات، والاتجار بالبشر ايضا مع غرامة مالية قدرها 500 ألف درهم. يعني هذا السيد قام بجريمة شنعاء وخطيرة جدا، وكنتمناو القضاء ياخذ المجرى ديالو. وعندنا ثقة كاملة بالنيابة العامة انها غادي تنصف العائلة ديال ملك الاخوان اللي ما نقدروش نلوموها حيت بنت صغيرة وما عندها حتى شي ذنب، حيت كيف ما كيبان الاخوان ان الام ديالها هي المسؤولة على الفشوش ديال بنتها الاخوان. حتى كيما كتشوفوا كيما كيتضح في الخرجة الإعلامية ديال الأم ديالها أنها كتقول بالحرف الواحد وكتسمي الابنة ديالها بملاك، بينما هي عارفة بأن الابنة ديالها سميتها خديجة. يعني انتيا ما راضياش حتى تقولي الاسم ديال بنتك اللي متوفية، وعندك هاد الخاطر كامل أنك تبدلي الاسم ديال بنتك. فهنا كنطرحوا بزاف ديال علامات ديال الاستفهام. هنا الاخوان كيوصل الوقت باش نطرح لكم هذا المستجد الخطير باش ما نطولش عليكم الاخوان. المستجد الاخوان كيقول بان عناصر الامن والمكلفين بالتحقيق عندهم فيديو كامل لمدة 2 بالدي في ار ديالو. الدي في ار الاخوان هو الجهاز الخاص بتخزين المعلومات اللي كتجي من الكاميرا ديال القصر ديال عبد العزيز الشريبي، وهو المتهم الرئيسي في هذه القضية. يعني الاخوان البوليس والشرطة وعناصر الامن عندهم ما يكفي من الدلائل باش يعرفوا واش ديك البنت فعلا كان عندها علاقة بعبد العزيز الشريبي وكانت كتدخل عنده من قديم الزمان ولا غير دابا. واش كانت شي واسطة بيناتهم هي اللي عرفت البنت على عبد العزيز الشريبي. وهنا كيجي المعطى الثاني الاخوان والفرضية الثانية اللي كانت دارت ضجة كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي، واللي كيقر بها ايضا عناصر او عفوا المحيطين بالعائلة ديال ملاك الاخوان. المعطى هو كالتالي: ملاك الاخوان هي حامل من عبد العزيز الشريبي، وكانت بيناتهم مشادة كلامية قبل ما يدخلها للدار ديالو. يعني نسبة كبيرة انه تكون بيناتهم تصفيات حسابات، وهذا الشيء اللي غادي يخلي يظهر على الوجه ديالها بزاف ديال الكدمات. هذا الشيء اللي صرحت به الام ديال ملاك في اخر خرجة اعلامية ديالها واخر التصريحات اللي صرحت بهم بزاف ديال المنابر الاعلامية. بهذا المقترحات بجوج وبهذه المعطيات عفوا وبهاد 2 ديال المعلومات المهمين غادي يكون طريق سهل ومعبد بالنسبة لعناصر الأمن وعناصر التحقيق باش يعرفوا شكون هو الجاني الحقيقي. واش عبد العزيز الشريبي عنده علاقة 100% وعلاقة رئيسية بالموت ديال البنت ملاك اللي كانت قيد حياتها مسمات بخديجة.
يعني الإخوان بقاو معايا على القرص باش غادي نعرفوا نتائج ديال التشريح الطبي، وغادي يكونوا الضربة القاضية بالنسبة لهذه القضية الشائكة جدا. وشكرا لكم بزاف على الاستماع.